السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة تشملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني بقدمه ان شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض الكاليماري المحشي بالرز بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف مكوناتنا ومقاديرنا. اول حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا كده زي ما احنا شايفين كاليماري زي ما احنا شايفين اهو. دوت اللي هو بيبقى السوبيا او الصبيط اللي هو الصغير دوت بنجيبه بنحشيه. ممكن تحبه ان انت برضو تقليه. تمام. جبته كده وغسلته ونضفته. دي كده الروز بتاعته والرجول. نضفتها وقطعتها عشان هنستخدمها في الحشو معانا. معايا بصلايه كبيره مقطعاها مكعبات، ومعايا كوبايه من الرز. البهارات اللي معايا بهارات اللي هي السمك اللي انا عاملاها من قشر الجمبري، وملح وكزبره ناشفه وكمون. تمام. اول حاجه كده جبت معايا طاسه على النار، حطيت فيها ماده دهنيه ونزلت كده بالبصل زي ما احنا شايفين. شوحته كده لغايه ما خد اللون الذهبي معايا. ونزلت كمان بارجل الكاليماري والروز بتاعتها كده زي ما احنا شايفين، وهبدا ان انا هشوحها لغايه ما تتشوح معايا وتاخد لون حلو كده، وتبدا ان هي خلاص ان هي تدخل على سوا. تمام. هحط بقى المكونات البهارات اللي موجودة معايا كلها بالشكل ده، وهقلب بقى. هسيبها شوية مع بعض لغاية ما تتشوح حلو جدا وتستوي. بعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بالرز بتاعنا. تمام. طعمه حلو قوي وبجد ريحته جميلة. وممكن تحشيه فريك، تحشيه برغل، حابة تحشيه اي حشوات تاني، جمبري، اسماك، تتحشى برضو معاها بيبقى طعمه حلو قوي. نزلت كده بالرز زي ما احنا شايفين، غسلاه طبعا ومصفيه حلو قوي. ونزلت كده وهبدأ ان انا برضو هشوح الرز معايا تشويحة حلوة كده محترمة لغاية برضو الرز ما يفلفل معايا. هبدأ انزل بقى على الرز عشان ياخد لون معايا حلو. هبدأ انزل عليها بمعلقة من الكركم. طبعا الكركم مفيد جدا زي ما احنا عارفين. حطيت كده عشان يديني لون حلو كمان. قلبت كده كويس جدا. نزلت كده معايا كمان بكوباية من عصير الطماطم الفريش مضروبة كده، وحطيتها على الرز زي ما احنا شايفين. تمام. خطوات سهلة وبسيطة وبجد نتيجة حلوة جدا جدا. ما نسيش تحط لايك للفيديو النهارده، ولو انت اول مره جديده معايا في القناه متنسيش تعملي سبسكرايب للقناه. ان شاء الله فيها فيديوهات حلوه جدا هتعجبك قوي. هنبدا ان احنا نعمل بقى نجهز التسبيكه بتاع الكاليماري اللي احنا هنحطها على الوش بتاع الكاليماري بتاعنا. جبت معايا حله على النار، حطيت فيها شويه زيت، وكمان نزلت كتير كده باربع فصوص من الثوم مفرومين لغايه ما يبداوا ان هما يصفروا معايا بالشكل اللي احنا شايفينه. هبدا انزل بعصير الطماطم، وهنزل برضو بنفس مكونات البهارات اللي انا حطيتها في الرز. فلفل اسود وملح وكمون وبهارات السمك وكزبره ناشفه. جبت معايا بقى الكاليماري غسله كويس جدا طبعا بملح وبليمون وبدقيق. وكمان خلاص كده صفيته حلو قوي. وجبت معايا الرز اللي احنا عملناه مع بعض، وهبدا ان انا هحشيه زي ما احنا شايفين. طبعا هو بيبقى طويل كده زي ما احنا شايفين، فبياخد معاكي حشو. واعملي حساب برضو الرز معاكي ان هو هيزيد لسه معاكي في التسويه. يعني كانك بتحشي ممبار، كانك بتحشي محشي. نفس الحشو اللي احنا بنحشيه للمحاشي نفس الكاليماري. تمام جدا. خلاص كده اهو بدأت ان انا هقفل بقى فيه. واهم حاجة ان احنا ننضف الكاليماري بتاعنا من بره برضو من الرز بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا معايا خلة سنان، وهبدأ ان انا هجيب خلة الاسنان وهقفل الكاليماري من فوق كده طبعا عشان يعني ما طلعش الرز اللي احنا حشيناه. وجبة جميلة وكلها فسفور كده وحلوة ولذيذة قوي وطعمها بجد وطريقتها سهلة. اهو بجيب خلة الاسنان كده، وبدأت ان انا هقفل الكاليماري بالشكل ده. هحشي بقى الكمية كلها اللي موجودة معايا بنفس الطريقة وبنفس الشكل، وهنشوفها مع بعض الشكل النهائي مع بعض. احطه كده في البايركس دوت اللي انا هسوي فيه، وهحشي بقى كل الكمية اللي موجودة معايا. وبقت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ما شاء الله حلوة قوي قوي. هبدأ اجيب بقى صوص الطماطم اللي انا عملته سبكته كده معاكم، وهبدأ ان انا احط كده على وش الكاليماري وهديله
تسوية بسيطة كده من على البوتاجاز من فوق، وهنشوف مع بعض خطوة بخطوة. حطيت كده مكعب من الزبدة على وش الطاجن كده، وهبدأ ان انا اغلفه بالفويل واحطه على البوتاجاز شوية وارجع ادخله الفرن. وبعد ما يخرج من الفرن هشيل بقى كده الفويل واحطه كده ياخد لون حلو. هشيل خلة الاسنان اللي موجودة معايا دي كلها منه، وهو ده شكله بجد كان تحفة وطعمه جميل جدا جدا. شايفين؟ حلو قوي بجد. هبدأ ان انا احط جرنش كده بحاجة خضرة كده تكسر معايا اللون. طعمه جميل، وهنشوف مع بعض التسوية بتاعته. حابة تحشيه بأي حشوات انت حباها، طبعا تحشيه بأي طريقة انت حابة تحشي بيها. شكله حلو جدا مع سفرة أسماك كده كلها حلو قوي قوي. وتشرفك كده في أي عزومة. سهل وبسيط وما خدش مننا وقت خالص. اتمنى منكم ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش تعملوا القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. هنشوف مع بعض كده، نطلع معانا واحده كده ونشوف مع بعض التسويه بتاعتها بالشكل ده. ما شاء الله تحفه، مستوي حلو جدا اهو. والرز كمان كان مستوي قوي وكان جميل جدا ما شاء الله. شايفين؟ حلو قوي قوي. هستنى منكم ارائكم في الكومنتات زي ما احنا متعودين مع بعض، وتقولوا لي رايكم في الوصفه بتاعتنا النهارده. يا رب وصفتنا تعجبكم وتنور رضاكم. لو اول مره تشوفوا القناه مش تعملوا القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. هشوفكم في فيديو جديد، وصفات تانية جايه احلى كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.